تخيلوا كده، قدامكم 500 صفحة والمفروض تخلص في أسبوع واحد بس. كمية توتر مش طبيعية، صح؟ كوبايات القهوة الفاضية في كل حتة، وإحساس رهيب بالضياع وسط جبال من الورق والمحاضرات. الخنقة دي بتخلي الواحد مش عارف أصلا يبتدي منين، ولا إزاي ممكن ينجز كل ده في وقت قياسي. وده بالظبط اللي بيودينا للسؤال البديهي: منين نبتدي أصلاً؟ الفوضى والكركبة اللي على المكتب وفي الأوضة ما هي إلا مجرد انعكاس للفوضى الحقيقية اللي جوه دماغنا. ضغط نفسي بيخلي أبسط مهمة تبان وكأنها جبل. بس خلونا متفقين، الوضع ده مش لازم يستمر كده خالص. طب تخيلوا معايا كده، لو قدرنا في 30 يوم بس ننقل الوضع من الفوضى والتوتر ده لنظام آلي متكامل، نظام يخلصنا من عبء المذاكرة في نص الوقت وبمجهود أقل بكتير. متخيلين الفرق الشاسع في الإنجاز والراحة النفسية اللي ممكن نوصل لها؟ أهلا بيكم في تحدي ال30 يوم اللي هيغير حياتكم الدراسية بالكامل. هنا في خطوات في الطب، هدفنا الأساسي هو إننا نحول الرحلة الطبية الصعبة دي لخطوات بسيطة وعملية أي حد يقدر يطبقها. الفكرة كلها إننا نكسر التعقيد ونبني نظام حقيقي نعتمد عليه. وقبل ما ندخل في تفاصيل الخطة، التحدي ده محتاج مجتمع قوي يدعمه. وعشان نعلن الاستعداد التام، المطلوب منكم دلوقتي تنزلوا في التعليقات وتكتبوا الجملة دي: أنا ملتزم. واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، لأننا طول ال30 يوم الجايين هننزل مقاطع قصيرة وداعمة عشان نضمن إننا كلنا مستمرين على الطريق الصح. النظام بتاعنا متقسم لأربع مراحل أساسية. المرحلة الأولى هي التطهير، التانية الذكاء الاصطناعي، التالتة تقنيات الوحش، والرابعة والأخيرة هي الاستمرارية. الأسبوع الأول التطهير والقضاء التام على كل المشتتات. القاعدة الذهبية في الأسبوع ده هي التخلص من المشتتات بلا أي استثناء، لأن مفيش أي نظام هينجح في بيئة بتسحب التركيز. الخطوة الأولى هي إننا ننظم مساحة العمل ونجهزها. بعد كده هنعمل تفريغ كامل للعقل من كل المهام المعلقة بالورقة والقلم. خروج الأفكار دي على الورق بيفضي مساحة في دماغنا عشان نقدر نركز وبس. الأسبوع الثاني الذكاء الاصطناعي، وهنا المبدأ الأساسي بتاعنا هو نشتغل بذكاء مش بجهد أكبر. إحنا في عصر التكنولوجيا، ودي أداة قوية جدا لازم نستغلها عشان ننتصر على المناهج الضخمة. الذكاء الاصطناعي يقدر يلخص لنا المحاضرات الطويلة والمعقدة في نقط واضحة ومباشرة. والأهم من ده هو إننا نبني نظام مراجعة رقمي محكم يضمن حفظ كل المعلومات بشكل منظم ونقدر نرجع له في أي وقت بسهولة. الأسبوع الثالث تقنيات الوحش، وده الإعلان الرسمي لنهاية المذاكرة السلبية. مفيش حاجة اسمها إننا نقرأ الكلام بعينينا وخلاص. الموضوع محتاج تكتيكات هجومية على المعلومات. الاسترجاع النشط والتكرار المتباعد هم سر التفوق في الطب. المذاكرة هنا بتبقى بهدف إننا نحتفظ بالمعلومات للأبد عشان نبني دكاترة شاطرين ومتميزين، مش مجرد ننجح في الامتحان وننسى كل حاجة بعد ساعة. التقنيات دي بتحفر المعلومة في الذاكرة طويلة الأمد. وأخيراً، الأسبوع الرابع الاستمرارية وبناء أسلوب حياة دائم. التحدي الحقيقي مش إننا نضغط نفسنا لفترة قصيرة وبعدين نوقف. التحدي هو إزاي نتعامل مع الملل والاحتراق النفسي. النظام اللي بنبنيه مش مجرد حماس مؤقت هيختفي مع أول عقبة، لا، ده نظام حياة مستمر بيستوعب الضغوطات وبيفضل شغال بكفاءة عالية حتى بعد ما ال30 يوم يخلصوا. وفي هنا سر نفسي جوهري عشان التحدي ده ينجح. النجاح مش معناه المثالية. المثالية دي هي العدو الأول للإنجاز أصلا. طبيعي جدا إن تحصل ظروف أو تيجي أيام تكون مستويات الطاقة فيها صفر. السقوط في يوم مش معناه النهاية أبدا. الأهم هو إننا نقوم ونكمل في اليوم اللي بعده. الاستمرارية والمواظبة أقوى بكتير جدا من إننا نجري ورا مثالية مش موجودة أصلا. النظام بتاعنا مرن كفاية عشان يستوعب أي عثرات. المهم نكمل الطريق تاني يوم من غير ما نجلد نفسنا. وعشان نحول كل الكلام ده لأفعال، في خطوات أولى لازم تتنفذ فوراً النهاردة. أول حاجة، هنرتب مساحة المذاكرة والمكتب. تاني حاجة، هناخد صورة للمكتب وهو منظم وننزلها في ستوري. وتالت حاجة، هتعملوا منشن عشان نتابع البداية القوية دي. مهام بسيطة اهي، بس هتدخلنا كلنا في أجواء التحدي فورا. وفي النهاية لازم نفكر في السؤال ده كويس قوي. ال30 يوم الجايين كده كده هيعدوا. السؤال هنا، هل هيعدوا ويفضل الوضع على ما هو عليه؟ ولا هيعدوا ويكشفوا عن شخصية جديدة تماماً بعقلية قادرة تكسر أي منهج طبي مهما كان حجمه؟ القرار في ايديكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد من خطوات في الطب.